ليلة القمة بين الأهلي والزمالك. وقبل ما نتكلم عن أي حاجة تخص المباراة، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، يجعله شهر الخير والبركة دايما. طبعا مفيش حد ما بيتكلمش عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويا ترى مين هيكون تشكيل. وكل الناس اللي بتحب الكوره محدش بيتكلم غير عن مباراه الاهلي والزمالك، مين هيحسم مواجهه الكاس. يا ترى الاهلي هيحافظ على انتصاراته ولا الزمالك هيقدر يقتنص بطوله مهمه من الاهلي ويعود تاني على مسار البطولات. الحقيقه كمان من اصعب المباريات على اي مدرب لما بيكون بيقابل مدرب جديد. جوزيه جوميز لسه مدرب جديد، لسه ما لعبش غير 3 مباريات، بان فيهم بعض الافكار هنتكلم عنها، لكن لسه في افكار كتيره ممكن يفاجئك بيها. في الناحيه الثانيه الاهلي مع كولر عنده مستوى كبير جدا من الاستقرار. كولر كمان على المستوى الخططي احنا دايما بنكون واثقين فيه. سريعا كده تعالوا نتكلم عن القوة الضاربة لكل فريق ويقدر يستفيد منها ازاي في المباراة. طبعا الزمالك عنده سكواد هجومي بشكل مميز جدا، بتتكلم على زيزو اللي هو من افضل اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري، بتتكلم على عبد الله السعيد، ناصر، تتكلم على شيكابالا، حتى كمان استغلاله لعمر جابر واحمد فتوح اللي بتشوفه بشكل مختلف جدا. انت شفته هو ازاي بيدخل عمر جابر كانه وينج، وازاي ان هو بيدخله في العمق، انه ممكن يرفع لتشيب باس زي ما كان بيستخدم قبل كده اسوريو فتوح. فدي اضافه كبيره جدا لسكواد الزمالك، غير ان هو بقى عنده سلاح التسديدات من اكتر من لاعب، غير ان هو بقى مميز زي ما هو في الركنيات. زادت عليه كمان ناصر منسي اللي بيلعب الرأسيات بشكل مميز جدا، شيكابالا طبعا وتسديداته اللي معروف بيها، القوه الضاربه اللي هو حطها في خط الوسط، سواء عبد الله السعيد سواء ناصر ماهر، اللي بيقدروا ان هم يعملوا له الحل من الاختراق من العمق اللي انت بتشوفه دايما. جوزيه جوميز دلوقتي بقى بيفضل دايما يخترق من عمق، يعمل بينيات بتوصل على طول للجول. تشيب باس بتاعته مميزه جدا، وتبان ان دي خطه المدرب، لانه ايا كان مين موجود بيلعبها. المثلثات اللي بيعملها ما بين عبد الله السعيد وزيزو ومثلا عمر جابر بتبقى ما بين الباك وحد من خط النص وكمان الوينج. الكثافه العدديه اللي بيعملها في جبهه واحده وينقل الكوره سريعه جدا في الجبهه الثانيه، قدروا انه يسجل بيها المباراه اللي فاتت. فكل دي نقط قوه لازم على الاهلي انه يخلي باله منها، وان الاهلي لازم الوينجات بتوعه يرتدوا دفاعيا لو حابب ان هو يفضل مسيطر على المباراه. لازم حد دايما يكون بيرحل بالاخص ورا جبهه علي معلول وهاني، اللي في بعض الاحيان كتيره جدا بتشكل خطوره على الاهلي، سواء بقى من خط النص او سواء من خط الدفاع منعم ورامي ربيعه. الاهلي كمان هيفتقد عنصر مهم هو وسام ابو علي بسرعاته، فده هيأثر ممكن على الاهلي، ولكن كلنا ثقه الاهلي دايما بمن حضر. كمان لسه ما تحددش كان كوكا هيشارك في المباراه دي او لا، فانت ممكن تلعب بالسوليه. صحيح السوليه مميز جدا طبعا بالتشيب باس والعرضيات اللي ممكن الاهلي انه يستخدمها، بس هو اكيد مش بالقوه البدنيه الدفاعيه بتاعت كوكا. في المقابل بقى من الزمالك عنده قوه هجوميه مميزه، هو لسه عنده مشاكل في الدفاع خصوصا بعد اصابه الونش، طبعا يرجع بالسلامه. هو عنده بطء ما بين حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، الاتنين ممكن لو ضغطت عليهم تغلطهم وتاخد منها الكوره وتقدر تسجل منها. المساحه اللي هتكون في ظهر الباكات، لان هو دايما في اوقات كتير بيكون مطير الباكات لو بتلعب بعمر جابر او احمد فتوح، لو الاهلي عمل الكوره السريعه او التشيب باس اللي بيعملها رامي ربيعه يقدر كمان يسجل منها. والزمالك بيعمل تكتل في جبهه وسايب الجبهه الثانيه، تقدر برضو تستخدم سرعات تاو انه يقدر يسجل او يديها لحسين شحات اللي بتشوف ان هو بيخش منطقه الخطوره. اعتقد المباراه دي هتكون مليانه بالافكار ما بين 2 مدربين كل واحد فيهم عايز يكسب المباراه وعنده دوافع كبيره جدا. على الجانب التاني الزمالك من وجهة نظري هيحاول انه يضيق الخناق على مروان عطية، لان هو انت اللي بتبني عليه اللعب. وهنا هنشوف هل كولر بقى هينزل مثلا حسين الشحات وتاو هما اللي يبنوا اللعب، هيلعب بامام عاشور هو اللي يبتدي يعمل كده. في المقابل الاهلي كمان لازم يخنق على عبد الله السعيد، شيكابالا وزيزو، مش هينفع تديهم مساحات، لان لو خدوا مساحات الاهلي هيزعل وهيدخل فيها اهداف. يبقى الاهلي كل ما ضيقت مساحات كل ما انت قدرت تستفيد. هتجبره مثلا انه يلعب على الاطراف، لازم الوينجات يرجعوا يدافعوا. هل جوميز بقى هيلعب بدفاع متقدم ولا هيلعب بدفاع متوسط ويرجع يدافع مثلا من نص الملعب؟ دي كلها افكار احنا مش عارفينها، ولكن لو غلط ولعب بدفاع متقدم هيخسر بشكل كبير. برضو من الناحيه التانية هل كولر هيبدا ان هو ضاغط على المباراه من اول دقيقه ان هو يحاول يسجل جون ويغلط لعيبه الزمالك؟
هنشوف في لعيبه كتير قوي تحس ان في عكس اعكاس، عبد الله السعيد وناصر ماهر اللي كانوا بتيشيرت الاهلي بيلعبوا في الزمالك، امام عاشور وكهربا اللي كانوا في الزمالك بيلعبوا بتيشيرت الاهلي. هتكون مباراه كمان جيم كل واحد عايز يثبت ان هو الافضل. والله ادينا بنأمل انه يوم جمعه والونش مصاب وديانج مصاب، ما فكركوش بحاجه دي غير قضيه القفشه. الاهلي كمان لازم يستغل التسديدات، لانه الزمالك ساعات بيبقى عنده مشكله في الكوره التانيه ومن على قوس ال18 لو حد سدد بشكل كويس. انت عندك السوليه لو ابتدى او امام عاشور حتى قفشه، اي حد لازم ان هو يسدد تقدر تسجل بيه. متشوقه اعرف كمان ازاي جوزيه جوميز هيحاول انه يقفل على امام عاشور اللي بقى مصدر خطوره مهم جدا، هو بيعمل المسانده وهو اللي كمان بيعمل المثلث سواء في جبهه حسين الشحات ومعلول او هاني وتاو. لانه بالنسبه للزمالك مهم قوي انه يقفل على امام عاشور وعلى مروان عطيه للاهلي عشان يمنع تدرج اللعب وانه يوصل لمرمى الخطوره لحسين الشحات او لبرسيتي. هل الزمالك ممكن يخاطر مثلا ويضغط على الاهلي عشان يحاول يخلي رامي ربيعه عبد المنعم ما يبداوش اللعبه يغلطهم؟ وهيلعب ازاي؟ هل هيقرب مثلا الخطوط عشان يلعب بكومباكت تيم عشان ما يبقاش في مساحات كبيره الاهلي يستغلها وراه؟ تشكيل الاهلي والزمالك كمان في حيره كبيره جدا للفرقتين. انت بتتكلم انه الاهلي بنسبه كبيره هتلعب رامي ربيعه، منعم طبعا قبليهم شوبير، هاني وعلي معلول، ممكن يبدا بعمر كمال عبد الواحد محدش عارف. في خط النص امام عاشور مروان عطيه. انا كان بالنسبه لي كوكا ثم كوكا ثم كوكا، بس انا سامع اخبار ان كوكا مصاب، معرفش ممكن يكون مين البديل. السوليه هل يلجأ في ندفد مباراه زي دي ولو اني افضل خبرات السوليه؟ هيلعب قدامه اعتقد بيرسي تاو وحسين الشحات، ويا رب ما يكون مودست. مش قادره استحمل مودست والله، مش قادره. ماله كهربا ماله؟ اما الناحيه التانيه الزمالك انت لحد دلوقتي برده مش قادر تفهم غير حاجات بسيطه، او يلعب بعواد ولا يلعب بصبحي، ولو ان الكفه بتميل لصبحي شويه زي. طيب هيلعب بحمزه المسلوسي وهيلعب جنبيه بحسام عبد المجيد. مين بقى اللي هيلعب؟ احمد فتوح والناحيه التانيه عمر جابر ولا الزناري؟ خط النص انا شايفه بالنسبه لي لازم يلعب برؤى رقم 6، لازم يكون في حد رقم 6. مخاطره قوي انك تلعب بناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا قدام الاهلي حد ما يكونش 6، فممكن رؤى ودونجا مثلا وعبد الله السعيد، وقدامهم ممكن بقى زيزو وشيكابالا وناصر منسي. انتوا توقعاتكم بقى للمباراه دي؟ مين هيكون نجم المباراه ومين اللي هيقدر يسجل اهداف وهتنتهي كام؟